عمرك سألت نفسك ليه الأذان بيقول حي على الفلاح مش حي على النجاح؟ قصة الوكيل في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو وضحت لنا إن اللي بيعيش من غير قيمة حتى لو بان إنه ناجح ومعاه فلوس مصيره بيبقى فراغ وضياع. ممكن نهايته تبقى وحشة في الدنيا قبل الآخرة. اللي بيجري ورا الشهرة والفلوس من غير ما يقدم قيمة ممكن يخسر نفسه، يخسر أهله، يتحول للعبة في إيد غيره. مرة يبقى ترند، مرة مجرد اسم بيتحرك زي ما الناس عايزة، مرة يبقى مخطط ضمن المخططات. ده بيعيش جواه مش مرتاح لأنه ماشي ورا زبد، والزبد مصيره بيختفي. ربنا سبحانه وتعالى قال: فأما الزبد فيذهب جفاء. أما اللي بينفع الناس هو اللي بيعيش وبيبقى. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وعشان كده الأذان بيناديك حي على الفلاح. الفلاح يعني قيمة، تزكية للنفس، أثر بيبقى حتى بعد ما نمشي. وإحنا بنربي ولادنا في زمن اتلخبطت فيه المعايير، لازم نفهمهم إن اللي قدامهم ناجح بلا قيمة ده مش قدوة، حتى لو الطريق باين أسرع للغنى. النهاية عند ربنا مش هتكون كويسة، واللي عايش كده مش بيبقى مرتاح لأن هو عارف من جواه إن هو بيقدم حاجة بتأذي الناس. نقول لولادنا ممكن تكسب نفس الفلوس وتبني اسمك بس وانت بتقدم حاجة بتنفع الناس. والأمثلة حوالينا كتير للي اختاروا القيمة فبقوا أغنى وأجمل في الأثر. النجاح من غير قيمة سببه الأساسي إن بلهي الناس ده بيبقى سراب، لكن الفلاح هو الحياة الحقيقية. علموا ولادكم يعيشوها صح، يعيشوها بقيمة.